أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. صنف يخرج من قبره تستقبله الملائكة إلى الجنة. الملائكة مش هتدله على المكان في الجنة، مش هتقول له تعالى قصرك اهو وده بيتك، لا خلاص، هو خارج من القبر عارف قصره في الجنة. ايه مولانا هو شافها قبل كده؟ يا أخي الملك سيدله على مكانه. أنت في الدنيا قد تحتاج إلى دليل ليدلك على عنوان لا تعرفه، لكنك عند الملك، الملك هو الذي سيدلك على مكانك. النبي يقول: والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هل ستسأل أحدا عن بيتك إن فارقتني وعدت بعد الجمعة؟ أبدا، لن تسأل أحدا عن عنوان بيتك. كذلك هنالك ستخرج من قبرك إلى قصرك ومكانك في الجنة دون أن يدلك ملك ولا بشر. الله أكبر. فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى أي أدل على مكانه وعلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. من دول؟ من دول السعداء دول؟ النبي قال: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دول أهل التوكل. أين أهل التوكل؟ خلي بالك، ده موضوع كبير وموضوع جليل. أن البعض توكلت على الله وراح يسرق، ولا توكلت على الله وراح يقطع طريق، توكلت على الله وراح يعمل إضراب، ولا توكلت على الله. لا، لست متوكلا على الله أبدا. ما هو التوكل على الله؟ التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري: التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في السنة ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فمن أراد أن يكون على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من أراد أن يكون على حال النبي في التوكل فليأخذ بالأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتوكلين، ومع ذلك لم يدع سببا من الأسباب إلا وأخذ به. هؤلاء هم السعداء. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.